يا اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات البزفندي مع دعاء ويارا. متنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس. مثلنا النهارده: رش الميه عداوه، واللي يرشني بالميه ارشه بالدم. المقولتين دول بيرجعوا الى عاده مصريه قديمه في الاحياء الشعبيه، حيث كانت بتستخدم الميه في تلك الفتره ان احنا نفك بيها الخناق ما بين المتعاركين مع بعض. يبتدوا الناس يجيبوا المية ويكبوها عليهم علشان يمشوا من الخناقة. بعد كده الموضوع اتطور وبدأت ان هي لو انت عايز تعمل خناقة مع حد كب عليه مية فتقوم ما بينهم خناقة كبيرة. الموضوع بعد كده كان بيستخدم او بدأ يستخدم كوسيلة لتفريق الاطفال في الشوارع وهم بيلعبوا. تقوم الناس كب عليهم مية، فالطفل في تلك الفترة بيعرف كده ان هو تعرض لأذى كبير جدا وأذى عنيف، فيقوم سايب المكان وباعد. معاكم دعاء سالم. متنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس، منتظراكم.